يعني تفهمتوا ان انتوا توصلوا في الاخر لحل عشان النادي الاولمبي، لان في الاول والاخر النادي الاولمبي ده اسم كبير واحنا مش هنصغر النادي الاولمبي، صح؟ فالحمد لله رب العالمين ان انتوا ناس محترمه، سواء لعيبه سواء مجلس اداره سواء كابتن، كلكم الحمد لله ناس محترمه وفاهمه. الاستاذ احمد والعبد الله ورئيس الجهاز ما سيبناهمش لحظه فاتحين تليفوناتنا، حصل يا كباتن ما قفلناش تليفون، جيت قعدت معاكم 3 ساعات قلت لكم حقك موجود، بس دلوقتي انا عندي ظروف زي البلد كلها. نادي الزمالك اكبر نادي الثلاثي في الشرق الاوسط عنده ظروف يا جماعه. اسمح لي يا كابتن ابراهيم، هو اللعيبه برضه احنا بنلتمس لها العذر، لان للاسف الشديد بعض اعضاء مجلس الاداره كانوا بيوصلوا له معلومات خاطئه. هو استاذ احمد احنا بعد اذنك احنا ايه اللي حصل والحمد لله عدينا. بس الناس تعرف الحقيقه برضه احنا بنحل وفي ناس بتعطل الدنيا. هم النهارده لما يجوا يقولوا لي ان اعضاء مجلس الاداره اتصلوا بينا قالوا لنا كذا وكذا وكذا وكذا، ده ما يصحش يخرج من عضو مسؤول. هم ناس اكبر من كده وثبتوا فعلا بعد اللي حصل ثبتوا. معلش عمرو لو سمحت، حضرتك رئيس النادي ولا عضو الوزاره، هو انا مش بشجع في الحل ولا انا عليك الحل؟ اذا كنت رئيس نادي يعني انت اله؟ اذا مش اله، رئيس النادي ده عضو مجلس اداره بصلاحيات معينه ومميزه عننا، يكون عضو مجلس اداره يحل مش صاحب مشاكل يا جماعه. بس الحمد لله طلعوا امنا زي ما احنا حلينا قبل كده، والحمد لله يعني رب العالمين يعني انتهت المشكله بشكل جمالي وحضاري. نشكر طبعا الاعلام برضو اللي هو كل وسائل الاعلام اللي هي غطت الجزار. الناس بتقول ان في الاعلام دايما بيهيج الامور وبيهيج المشاكل. انا النهارده يعني بشهد شاهد حق ان قناه زي قناه مودرن وبوجود حضرتك اللي كان، وانا بقول بمنتهى الامانه كنت السبب رقم 1 في حل هذه القضيه مع وجود الدكتور عمرو شوقي، فانا باكن وبعبر بالاصاله عن نفسي كل الاحترام للاعلام الهادف. حقيقه لا دي حقيقه انا يعني انت سبب استاذ محمد في حل هذه المشكله بدماسس خلقك بنفسك السويه، ده انت السبب، وفي وجود الاستاذ عمرو شوقي ده كان السبب الرئيسي في حل المشكله. انما انا كنت ضد الاعتصام وقعدت معاهم 3 ساعات وقلت لهم يا جماعه خدوا جزء دلوقتي وان شاء الله لما تيجي فلوس انا هتصل بيك واديك فلوس، فده امر خلاص. انما احنا النهارده احنا قعدنا وهم طبعا طلعوا شباب يعني عندهم شهامه شويه، والناس قالت احنا بنتنازل عن اكتر من الثلث بالنسبه لعقودهم لانه شايفين الحاله زي ما انت شايف. فاحنا اولا بنشكر اللعيبه، بنشكر المجهود اللي قام بيه رئيس النادي. احنا من 3 ايام يا استاذ محمد قاعد انا والاستاذ امين شعبان والاستاذ احمد عفيفي مع تحت الافارقه من قبل صلاه الظهر لغايه صلاه المغرب، وفي ناس ثانيه قاعده زي ما سمعت من اللعيبه انها بتقول لهم اعملوا واعملوا واعملوا واعملوا. حرب الانتخابات بدات مبكرا في الاولمبي والله العظيم 3 ما بعد. انا طبعا اولا ربنا يولي من يصلح هذا النادي ايا كان هو مين، ايا كان هو مين.